السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحه واحسن حال. ان شاء الله بقى نعمل النهارده كيكه البرتقال من غير برتقال، حاجه سهله وبسيطه وان شاء الله مقاديرها تكون موجوده في كل بيت. ويلا بقى على الطريقه. هنا دوت كيس الفانيليا اللي هو بتاع دريم، اللي هو بطعم وريحه البرتقال. خطير يا بنات، ما بتحتاجيش تحطي ولا برتقال باودر ولا برتقال عصير ولا اي حاجه. تمام. معانا كوبايتين دقيق، الدقيق عليه ذره ملح، ربع كوبايه نشا، معاها ربع كوبايه لبن بودر، كوبايه سكر، كوبايه زبده على زيت، نص كوبايه زبادي، اللي هي دي الكوبايه بتاعت الزبادي دي، مقدار الكوبايه دي نص كوبايه. هنكملها ميه سخنه، 3 بيضات، بيكنج كيس كيك شيف، ومعلقه خل. تمام. هحط بقى البيض والسكر البيض والسكر والفانيليا والزيت والسمنه والزبادي في الخلاط. تمام. بصوا بوريكم شكل الباكو بتاع الفانيليا. بصوا اورنج قوي ازاي يا بنات، وريحته اللهم بارك كانت خطيره. مجرد ما فتحته بس وحطيته فعلا هي ريحه كيكه برتقال. تضربيه بقى على سرعه قليله الاول وبعد كده تزودي السرعه. خطير يا بنات. تمام. هنفضي بقى هنا كوبايتين الدقيق، المواد الجافه كلها، وتدمجيهم كويس مع بعض. وافضي الكيك شيف خطير. الكيك شيف ميزته ان هو بيكنج باودر ومعاه المحسن الباودر. فيعني البنات اللي الكيكه ما بتظبطش معاها قوي وبتكتم منها، هو حلو قوي، عمرك الكيكه ما هتكتم معاكي فيه. انا كنت بعمل لكم قبل كده بالبيكنج باودر بس، ودلوقتي بعمل لكم كمان بالكيك شيف، عشان اللي ما بتظبطش معاها تجربها بالكيك شيف خطيره. نميكس بقى المكونات الجافه كويس، كل المكونات تخش جوه بعض. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا مكان الزيت والزبده انا حطيت الميه السخنه. بصوا بقى ما شاء الله كان الخليط بقى اتضرب، عمل بابلز كده. هحط بقى في الخلاط الميه السخنه عشان طبعا اخد المكونات كلها ما نهدرش حاجه. ابتدي تميكسي بقى كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. دخلي كل المكونات مع بعض. ما تنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك والشير، ولو سمحتي يا ست الكل حطي لايك، اثبتي كده ان انت بتتفرجي على الفيديوهات. فكرتك اهو انت بتتفرجي، ما تنسيش بقى حطي اللايك لو سمحتي. نزلنا بقى بشويه الميه السخنه، طبعا مش هتنزلي بالكوبايه كلها، والمفروض هناخد منها مقدار نص كوبايه بس. وفعلا ده اللي انا اخدته، انا ما زودتش تاني، يعني انا اخدت الشويه دول ما زودتش تاني. كان ما شاء الله القوام بقى زي الفل وناعم. بصوا ولا ينفع تبقى تقيله عن كده ولا خفيفه عن كده. القوام ده هيديكي كيكه مظبوطه هشه، وفي نفس الوقت مسامها يعني فيها مسام مفتوحه، بس مش اللي هي المسام المفتوحه قوي اللي تبقى مفروله، لا هتبقى متماسكه. فاهميني انا قصدي ايه؟ لمي بقى بالسباتولا كويس، عشان لو في الدقيق في البوله يعني، او البايركس، او اللي انت بتعملي الطبق اللي انت حاطه فيه دقيق، تلمي كله مع بعض. وبص اللهم بارك، كنت بوريكم ان هي عامله بابلز اصلا. معلقه الخل والكيك شيف فعلا خطيره. دي كانت صينيه حاطه في دهنيها بزبده، معلقه زبده كويسه. وعلى فكره الصواني لما بتدهن بزبده بتبقى احلى بكتير، وبتدي لون حلو قوي للكيكه من تحت عن الزيت. امشي بقى كده بالسباتولا زي ما انا معودتكم، عشان ما تعملش قبه معايا الكيكه وتشقق مني بس. وتهبيدي كده اللي انا بظبط، يعني بظبط سمك الكيكه. فاهميني؟ دي كانت اول ما طلعت. بصوا لونها خطير وريحتها يا خرابي. شتا بقى، دي بقى وصفات الشتا. هنا كنت سبتها بردت حوالي ساعتين وهي مكشوفه، عشان كده وشها مش نشف بس، يعني فاهميني مسك شويه. نبتدي بقى نقطعها مع بعض. بصوا بقى يا بنات، بصوا الكيكية من تحت لونها خطير، ومن جوه هشه ومسامها جميله، وفي نفس الوقت بصوا مش مفروله، وقطعه بقطعتها، وريحتها اللهم بارك. جربوها بطريقتي يا بنات، وما تنسوش تقولوا ايه رايكم. بصوا خطيره خطيره، اللهم بارك. بصوا تحفه. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.